عادة ما يرتبط شهر رمضان عبر كافة أرجاء الجزائر بأسمى وأجل مظاهر التكافل والتضامن من خلال العمل المكثف للتكفل بالفئات المعوزة، إضافة إلى عابري السبيل ومستعملي الطرقات. هذه الفئة تبقى المحور الأساسي في هكذا عملية طيلة الشهر الكريم. مع حلول شهر رمضان المعظم تنتفض العائلات الجزائرية والهيئات الوطنية والمحلية استعدادا لما يجيء به من خير، لتضفي عليه جوا بهيجا من التضامن والتكافل الاجتماعي في خدمة أولئك الذين تقطعت بهم السبل أو حاصرهم وقت الإفطار وهم في الطرقات. وعلى غرار بلديات وهيئات المجتمع المدني، كانت بلدية بوراشد بولاية عين الدفلة المجاورة للطريق السيار شرق غرب مع الموعد وللعام الثاني على التوالي، أين أعد مطعم إفطار لعابري السبيل والمسافرين بغية مشاركتهم وجبة الإفطار في جو إنساني موسوم بخيرات الشهر الفضيل. المبادرة هذه جات العام اللي جاز درناها وخممنا فيها احنا كمجلس واستحسنوها جميع الصائمين وعابري السبيل على مستوى طريق السيار شرق غرب، وسنا كملنا في العملية العام اللي فات. هذه التمويل تاع هذه المبادرة من مالكم الخاص ولا من المحسنين؟ لا التمويل تاع المبادرة هذه العام اللي جاز كانت من المحسنين، والسنا نظمناها وأطرناها وكانت من تمويل تاع من ميزانية البلدية. عندنا شبيبة ما شاء الله راك تشوف فيهم هنا المتطوعين. الوجبات احنا عندنا ما بين 300 حتى ل 400 وجبة يوميا على الصائمين. استقامنا فيران بالك واحد 6 ملايين حتى 7 ملايين يوميا. شي نهارات ما عندناش حتى وين نديروهم، مرحبا بهم حتى يجونا 1000 ونكفوا 1000 ما عندناش مشكل كاع. بين 200 و 400 مسافر يومياً هي وعاء استقبال المطعم الرمضاني بالطريق السريع، أين تسهر سواعد الشباب المتطوع على توفير كل شروط الراحة لعابري السبيل في جو أخوي يميزه الانضباط. الكل منهمك في القيام بما أسند إليه من عمل، حركية دؤوبة ونشطة قبل وبعد وأثناء الإفطار. مقسمين الناس في الطريق، اللي هي الناس اللي هنا كاينه، الناس في الباركينغ، والناس اللي هنا كاينه اللي تسربي، اللي هنا كاينه الناس اللي في المصلى. مقسمين المهام، كل واحد المهام تاعو. نقوم بالصلاة بهؤلاء عابري السبيل قبل الإفطار، ونرحب بهم في البداية من طريق السيار، ثم من عرجة في الطريق، ثم عند المدخل. نوفر لهم كل مستلزمات المسافرين من أماكن للراحة، للوضوء، ثم للصلاة، ثم الإفطار، والحمد لله. ليس من الغرابة بمكان أن يكون التكافل والتضامن من سمات المجتمع الجزائري الذي برهن في عديد المحطات عن سمو أبنائه. إنهم شباب عبروا وبصدق من خلال تطوعهم على أرقى قيم الأخلاق الإنسانية. أولا السلام عليكم، نشكركم على هذه الزيارة التي تهدف إلى إبراز إحدى الأعمال التي يكتسب من خلالها الإنسان الأجر. هذه المرة الثانية اللي تنظم فيها البلدية تاعنا هذه المبادرة مائدة رمضان المخصصة لعابري السبيل والمعزين في هذه البلدية. مرحبا بكم اليوم تجوزوا معنا الإفطار هذا، ونشكركم. وكما راكم تشوفوا هذه المبادرة الثانية، عامين على العام الثاني هذا لهنا في البلدية. كما راكم تشوفوا الحياة راهي مقلومة لهنا كاينة، ومرحبا كاع بعابري السبيل. قدرة الاستيعاب اليومية حوالي من 300 إلى 400 مسافر من مختلف أنحاء الوطن، حتى من الجاليات الخارجية أو من الدول الخارجية. استقبلنا حتى من دول أخرى. الحمد لله الأطباق متنوعة. نشكر السلطات المحلية، وزارة التضامن، ورئيس البلدية الذي يسهر على نجاح هذا الطبعة الثانية لهذه المائدة لمطعم الإفطار في إطار عملية التضامن. الشكر موصول لكم أنتم الصحافة اللي تساهمون في نشر هذا الخير.
ولعبت شبكات التواصل الاجتماعي دورا هاما في ربط أواصر التواصل بين الناشطين في العمل الإنساني من جهة، وإعلام المسافرين ودعوتهم بمكان تواجد مطعم خاص بعابر السبيل بجبات الطريق السريع. لا ما نكذبوش على روحنا، وكيسموهم الشبكات الاجتماعيه كان لها دور كبير في نشر او اعلام المواطنين بهذه المبادره قبل اكثر من شهر. وبهذا المقام نشكر كل من يساهم في هذه المبادره من قريب او من بعيد باي شيء. مثلا كما تشوف كاين هذه الكسره اللي عندنا حنايا باي شيء. صفحات المجتمعات الافتراضية كالفيسبوك وتويتر واليوتيوب وغير ذلك كلهم ساهموا حتى في نشر بعض الدعوات اللي وجهناها من أجل نداء المسافرين من أجل الإقبال والدخول إلى بلديتنا واستضافتهم. ولعل مواطن التكافل بشكل موسع تلك التي يعرفها المجتمع في هكذا مناسبة، والتي تحدث في العلاقات الاجتماعية جابنا من القيم الراقية وتوطد العلاقة بين أفراد المجتمع، فضلا على أنها تقرب البعيد. هكذا هي الصورة المنتشرة هنا وهناك في الجزائر العميقة، شعور لا يمكن وصفه يكتسح المتطوعين الذين فضلوا خدمة الغير على الإفطار مع أهاليهم في جو تسوده الرحمة والإخاء، ففعل الخير هو من سمات المسلمين في أفضل شهور السنة. المشاركة في مثل هذه المبادرات تعني سمة المسلم ويعطي صورة حسنة للمسلم. نعطيك مثال، بالأمس كانت ألمانية حاضرة هنا في المطعم، ادت انطباع حسن ربما يكون سبب في دخولها الإسلام. أيضا يتجلى في المسلم المسامح الكريم، يظهر نوع من التعاون والتآخي بين مختلف شرائح المجتمع، المواطن البسيط، المسؤول، الأمن، كلهم يساهموا في عمل ويتسابقوا في الخيرات ويسارعوا في الخيرات من أجل إرضاء الله عز وجل، من أجل إظهار صورة حسنة عن المجتمع الجزائري بصفة عامة والدولة الجزائرية بصفة عامة. بارك الله فيك. يكون إحساس كبير لما تشوف مواطنين عابرين الطريق ويزورونا لهنا كينا، جماعتنا ملي في الطريق يقدموا معنا لهنا كينا، يكون عندك شعور كبير قاعد تفطر معهم لهنا كينا، تفوت معهم النهار تحس بشعور كبير قاع. استحسان كبير لمسناه عند المفطرين الذين أثنوا على هذه المبادرة وتمنوا تكرارها وانتشارها على طول أيام العام حتى تستفيد منها أكبر فئة ممكنة من مستعملي الطرقات. وش نقولوا فيها؟ سمعت؟ يقولوا لا بس الحمد لله. يعني عجباتك؟ لا غير الحمد لله قاع. الماكلة بنينة؟ لا ولا غير، يعني وش نقولوا؟ لا قوي الخير وكل عام هك. يستقبلوكم مليح؟ لا ولا غير لا بس الحمد لله. يهربوا علينا ما حتى كلش مقيومين. كل حال والله على رحمة ربي، لا داروها للعباد، ورحمة ربي البلدية هذه راهي مستقبلة إن شاء الله بربي فيها الخير إن شاء الله، والإنسان هذا الخير اللي دار هذا الشيء والله يا ربي والله ما إن شاء الله والله ما يخسر لا في الدنيا ولا في الآخرة. والمهم داروا المسافرين الله يبارك فيهم، الله يبارك فيهم وكثر خيرهم وربي يخلصهم، وخطورة المسؤول تاعها ما عندنا ما نهضروا فيه، راه قايم بها صايصون، هذا ما نقول. ولعل الشواهد الكثيرة على تكافل الجزائريين عادت من جديد في الشهر الفضيل لتخرج بقاطرة المجتمع إلى بر الأمان، وحتما هي كذلك الدلالة على أن ما يجمع المواطنين من رابط الدم والأخوة والدين سيعود وسيبقى كما كان. ففي شهر رمضان يستعيد فيه المجتمع نشاطه وحيويته حين يكثر التضامن ويحس الإنسان فيه بالآخر، ويتداعى الصحيح للمريض والغني للفقير والكافي للمحتاج والمرتاح للمهموم، فترسم بذلك صورة أجمل من الجمال على لوحة خالدة اسمها الجزائر. مازال الخير هنا في عبادها، مازالت الناس راهي الشدة، ما في وقت الشدة بلادنا، مازال الخير هنا في عبادها، مازال
زال الخير هنا بعبادها، ما زالت